والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإلى أين وصلنا؟ إلى أين وصلنا؟ إلى أين وصلنا؟ ها؟ ما تدري؟ ما أحد منكم يدري؟ ما وضعتم علامة؟ ها؟ وصلنا إلى التوكل، صح وخطأ؟ آخر شيء ذكرنا دليل التوكل. هكذا يا أزكى، إلى أين وصلنا؟ إلى أين؟ أدري أن في هذا الكتاب، هذا الكتاب عبد الحكم حاشية، عبد الرزاق الحاشية يا عبد الرزاق. أين هذا؟ هذا الكتاب يا يوسف. إلى أين وصلنا يا عبد الرزاق؟ إلى أين وصلنا؟ كونوا افعلوا خط، فهمتم؟ علامة، فهمتم؟ لابد. إلى أين وصلنا؟ أحسنت. أي علامة وضعت؟ إلى 53. أكملنا التوكل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة. عارفين؟ افتحوا الكتاب، يلا افتحوا الكتاب. لما تيجي؟ ثلاثة 53. افتحوا الكتاب. هيا فتح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. قال الشارح: قال وأنها عبادات قلبية من أجل العبادات، لهذه العبادات الرغبة، وهي كما سيعرفها يعني السؤال والطلب، وهي نوع من أنواع الرجاء الخاص. قال وصرفها لغير الله شرك أكبر. والرغبة السؤال والطلب، والابتهال والتضرع بمعنى واحد. السؤال والطلب بمعنى واحد، والابتهال والتضرع بمعنى واحد، أي أن تتضرع إلى الله عز وجل. قال والرهبة الخوف والفزع مع العمل، خوف وزع مع العمل. قال والخشوع التطامن، التذلل، خضوع، التذلل، وعدم التكبر.
تضامن والتذلل، عدم هو عكسه التكبر، عكسه التكبر. قال وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. خشوع يكون في بصره، في صوته يكون خاشع، لا يكون جهوري صوته قوي، وكذلك يعني بصره لا يعني يرفع بصره، يكون إلى تحته، هذا هو الخشوع. فالرغبة طلب المأمول، الرجاء من الله عز وجل، وهو رجاء خاص، والرهبة الخوف مع العمل من يعني الأسباب التي تبعدك عن الخوف. ولا بد أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، أن يرجو ثواب الله ويخاف من عقاب الله، خاف من عقاب الله، فلا يجعل دائما الرجاء، فبسبب الرجاء يترك العمل، بسبب الرجاء يترك العمل. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ترجو الثواب من الله تعمل، ترجو الجنة تعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك الخوف، يخاف من عقاب الله ولا يجعل الخوف دائم، لأن بسبب الخوف يقنط من رحمة الله. والله عز وجل يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فيجعل هو يمشي دائما بين الخوف من عقاب الله وبين رجاء ثواب الله، وبين رجاء ثواب الله. فبعض العلماء يقول: إذا كان العبد في وقت المرض مريض، عرفتم مريض ساكت، فإنه يجعل عبادة الرجاء، أنه يرجو من الله عز وجل الثواب، يرجو من الله عز وجل الجنة. وإذا كان في وقت الصحة صحيح الجسم، فإنه يجعل في نفسه الخوف من عقاب الله، لأنه في وقت الصحة يستطيع أن يعمل، ربما يعمل المعاصي، فإذا خاف من الله ترك المعاصي. لكن في وقت المرض لا يستطيع أن يعمل المعاصي، فلذلك يرجو الثواب من الله عز وجل، يقلب جانب الرجاء في حال المرض ويغلب جانب الخوف في حال الصحة. قال قوله تعالى دليل على هذه الثلاثة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدليل على أن هذه الأشياء عبادة من العبادات، على أن هذه من العبادات، الرغبة والرهبة والخشوع. هذه الآية الله عز وجل وصف الأنبياء، قال يعني الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، يعني الأنبياء الذين سماهم الله في هذه الصورة يبادرون ويسابقون بمعنى واحد في عمل القربات والطاعات، ورهبا، رغبا في رحمة الله في ثواب الله، ورهبا من عذاب الله خوفا، رغبا رجاء ورهبا خوف. قال وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين. فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع من أجل أنواع العبادة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فالله عز وجل مدح هؤلاء الأنبياء
بأن من صفاتهم الرغبة والرهبة والخشوع. والله عز وجل إذا مدح شيء دل على أن الله عز وجل يرضى به، والله عز وجل إذا رضي بالشيء دل على أنه عبادة، دل على أنه عبادة، كما عرف العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فالله عز وجل رضي هذه الأنواع، الرغبة والرهبة والخشوع، فدل على أنها هذه من أنواع العبادات، من أنواع العبادات. الله عز وجل بعدما ذكر جملة من الأنبياء ذكر من صفاتهم هذه: إنهم أي هؤلاء الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: ودليل الخشية، أي دليل على أن الخشية عبادة، على أن الخشية عبادة، نوع من أنواع العبادة. مر معنا في بداية يعني في أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله مثل الإسلام والإيمان، ذكرها مجملة، ثم بعد ذلك ذكر الدليل على كل عبادة مما يدل على أن هذه عبادة. دليل التوكل قوله تعالى، دليل الإنابة قوله تعالى، دليل الخشية قوله تعالى، دليل الدعاء قوله تعالى، دليل الاستعاذة كما سيأتي معنا. جاء بكل عبادة بالدليل التي يدل على أن عبادة. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يأتوا بشيء ولا يأتوا بمسألة في مسائل الدين إلا بالدليل، إلا بالدليل. فالدين مبني على الدليل، مفهوم؟ الدين دين الإسلام يؤخذ بالدليل من الكتاب والسنة. الدين لا يؤخذ بالرأي أو بالعقل أو بالاستحسان، هذا أنا يعني هذا طيب، أنا هذا أحسن نعمله، ولو كانت صلاة ولو كان صيام، لكن لم تأتي في شرع الله، لم تأتي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل. والعقل يدل على أن هذا حلال، ما يكون عقلك لا يجوز هذا، فهمتم؟ والعقل يدل على أن هذا حرام. العقل ما في، ليس هناك للعقل رأي في التحليل أو في التحريم في شرع الله عز وجل، إنما التحليل والتحريم يؤخذ من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل الخشية، قال الشارح قال: فعلة من خشية خافه واتقاه، فهي بمعنى الخوف أي الخشية، لكنها أخص منه، وهي من أجل أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر. الخشية خوف مع العلم، علم بما تخاف منه، أن هذا سيضرك وأن هذا يعني سوف يؤذيك، تعلم أنه قادر، فهذا هو الخشية، فهذه هي الخشية. قال قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، الآية. قال الشارح: أي لا تخشوا الناس فإني وليكم، واخشوني وحدي. الله عز وجل يأمر عباده، يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك الصحابة، وهو أمر للأمة جمعاء، للعباد أجمعين. فلا تخشوهم أي لا تخشوا الناس، لا تخشوا الناس. قال: واخشوني وحدي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى وحده، فأمر تعالى بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره، كما في الآية الثانية: فلا تخشوا الناس أي لا تخافوا منهم، واخشون أي خافوا مني، الآية. واخشون أي خافوا مني، الآية، إلى آخر الآية، أي إلى آخر الآية. قوله: فلا تخشون واخشوني
الآية أي إلى آخر الآية، لا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. قال أو اقرأ الآية، فدلت الآيتان فلا تخشوهم واخشوني، وقوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وما في معناهما على أن الخشية عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. الخشية عبادة، الدليل هذه الآية، فالله عز وجل أمر بأن يخشى، والله عز وجل إذا أمر بشيء دل على أنه يحبه، فدل على أن هذا عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، والله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه، لا يأمر إلا بما يحبه سبحانه وتعالى، فدل على أن الخشية عبادة لأن الله عز وجل أمر بها، واخشوني. قال ودليل الإنابة على أنها عبادة، قال الشارح وأنها من أجل أنواع العبادات، وهي التوبة. الإنابة هي التوبة، بل أعلى من مقام التوبة. قال فإن التوبة الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود إليه. التوبة 3 شروط: أن يندم على الفعل، وأن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل في قلبه، وأن يقلع عن هذا الفعل، هذا الذنب. قال والإنابة تدل على ذلك، تدل على الإقلاع عن الذنب، والندم على فعل الذنب، والعزم على أن لا يعود إلى فعل الذنب. قال وتدل زيادة على الإقبال على الله بالعبادات، والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية، وقصد إلى ما ينبغي من رضاه. فالتوبة الإقلاع عن الذنب، والندم على فعل الذنب، والعزم أن يكون في قلبه أنه لا يعود إلى فعل الذنب. والإنابة تشمل هذه الثلاثة، وتشمل أيضا أن يقبل على طاعة الله، أن يكثر من عمل الطاعات والعبادات، مفهوم؟ أن يكثر من عمل الطاعات والعبادات. قال قوله تعالى دليل على أن الإنابة عبادة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآية هذا وأنيبوا أيش؟ فعل ماض أو مضارع أو أمر الله عز وجل بالإنابة، وأنيبوا، فدل على أنه يحب الإنابة. إذن فالإنابة عبادة بدليل هذه الآية أن الله عز وجل أمر بها، والله لا يأمر بشيء إلا إذا أحبه، والله عز وجل إذا أحب شيء دل على أنه عبادة. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآية قال الشارح أي وأقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة وأسلموا له، أخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذا تكملة الآية. قال أي بادروا بالتوبة إلى العمل الصالح قبل حلول النقمة، وأمره تعالى عباده بالإنابة أي أمر الله عز وجل وأنيبوا بالإنابة ظاهر في أنها عبادة، ودليل على أنها عبادة. قال وأنه يحبها شرعا ودينا أي الإنابة، فصرفها لغير الله شرك أكبر. صرف الإنابة لغير الله شرك أكبر. قال ودليل الاستعانة على أنها عبادة. قال الشارح وأنها عبادة بل أجل العبادات، وهي تجمع أي الاستعانة أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. قال شيخ الإسلام تأملت أنفع الدعاء. ما هو أنفع؟ الذي ينفع من الدعاء. قال فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، سؤال الله العون على مرضاته، أن
تسأل الله أن يعينك على أن ترضيه سبحانه وتعالى، أن ترضيه. وكيف ترضي الله سبحانه وتعالى؟ بأن تعمل بالطاعات وتجتنب المحرمات، تجتنب المحرمات. إن الله لا يرضى أن يشرك به، لا، إن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، دل على أنه يرضى لعباده ماذا؟ الإيمان الذي هو ضد الكفر. قال: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته، أي الدعاء بالإعانة وسؤال الله العون. قال: ثم رأيته في الفاتحة. نعم، طلب من الله العون في سورة الفاتحة. قال: في إياك نعبد وإياك نستعين، أي طلب العون من الله عز وجل. والله عز وجل أمرنا بقراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، كل ركعة من الصلاة، ونحن نسأل الله عز وجل العون، ونحن نسأل الله عز وجل العون. قال: قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشارح: الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، أي العبادة والاستعانة. قال: وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. والأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، يتبرأ من الشرك ويعني يحقق التوحيد. قال: والثاني تبرؤ من الحول والقوة، لا نستعين إلا بك، ليس هناك لأحد حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يكون للعبد قوة لكن بمشيئة الله عز وجل، بمشيئة الله عز وجل. قال: والثاني تبرؤ من الحول والقوة. قال: وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله، أي إخلاص العبادة وإخلاص الاستعانة لله عز وجل. قال: وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إياك مفعول به مقدم، أصله يعني يقال في غير القرآن: نعبد إياك، يقال في غير القرآن، لأن القرآن لا يجوز لأحد أن يغير، فهمتم؟ لا يجوز لأحد أن يغير فيه، لكن في غير القرآن الأصل نعبد إياك، لكن الله عز وجل في القرآن قال: إياك نعبد، قدم المعمول الذي هو المفعول به، الذي عمل فيه ماذا؟ الفعل. نعبد فعل وفاعل، والمفعول به إياك. هذا يفيد الحصر. ما معنى يفيد الحصر؟ تقول نعبد إياك، في غير القرآن تقول نعبد إياك، قد يكون أنك تعبد غير، فهمتم؟ لكن قول الله عز وجل في القرآن إياك نعبد معناه لا نعبد أحدا إلا إياك، يفيد الحصر، أي ليس لنا أن نعبد غيرك، ولا يجوز لنا أن نعبد غيرك. وكذلك في إياك نستعين، في غير القرآن يقول نستعين بإياك أو نستعين بك، نستعين بك في غير القرآن يعني نستعين بك. لكن الله عز وجل قال في القرآن وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، لا نستعين معناه إلا بك.
قال أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك، فهذا النوع أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وكذا قوله إياك نعبد أي لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. هذا دليل على الاستعانة، أن الله عز وجل أمر بالاستعانة به. نستعين بك وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. والاستعانة على أنواع. الاستعانة التي هي الاستعانة الكاملة بالله عز وجل، فهذا لا تكون إلا لله، تستعين به في جميع الأمور، في جميع الأمور، لأن الله قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. والاستعانة هي طلب العون، السين والتاء معناها الطلب، استعانة، استعاذة، استغاثة، معناها طلب طلب طلب، فهذه استعانة طلب العون. وقد تكون الاستعانة من حي، إنسان قادر، حي قادر يستطيع أن يعينه، هذه على أقسام. إذا كانت في أمر محرم فلا يجوز أن تعينه، لأن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كانت في أمر جائز شرعا فهذه مطلوب أن تعين أخاك، وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا كانت في أمر مباح كأن تحمل معه شيء فهذه أيضا مشروعة، وقد ويثاب من أعان أخاه، يثاب، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه مشروعة، أن تطلب من أخاك أن يعينك في أمر مباح، أمر دنيوي، فهذه مشروعة جائز الاستعانة بحي قادر، وهي يثاب ذلك المعين، يثاب ذلك المعين. وأما الاستعانة بحي غائب أو بميت، يستعين بحي ليس موجود هنا، موجود مثلا في اليمن أو في السعودية، يقول له يعني يا فلان أعني في رفع شيء عنده وليس بموجود، فهمتم؟ ليس بموجود ولا يستطيع أن يعين في هذا الأمر وبعيد، لكن قد يستعين به، يعني أن يفعل له عمل في اليمن، هذا جائز، فهمتم؟ هو يستطيع أن يعمل هذا العمل، لكن يقول له لا أعني هنا، هو في إندونيسيا وذاك في اليمن، ويقول له أعني هنا على فعل شيء، هذا لا يجوز. هذا يدل على أنه يعتقد أن في ذلك قوة خارقة، أو أن يستعين بالأموات في دفع ضر أو في جلب نفع. يا ولي فلاني ميت أعني في قضاء ديوني، أعني في بناء بيتي، هو ميت. يا ولي فلاني رد عني الظلم، هو ميت، ما يجوز، هذا شرك، هذا شرك بالله عز وجل. قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. قال الشارح هذه قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس، أوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدوده وأوامره يحفظك حيث توجهت. جاء عن بعض السلف يعني في زمن
متقدم أن رجل قفز من السفينة. عرفتم السفينة ماذا تسمونها؟ كبلو. أيوة كبلو، سفينة قفز من فوقها إلى التحت، سفينة كبيرة، وهو كبير في الجسم يعني كبير في السن. فتعجب يعني من كان معه، قال له تقفز ما شاء الله يعني قوي. قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. حفظها كيف حفظها؟ بالطاعات، بفعل الواجبات، بفعل المستحبات، وبترك المحرمات وترك المكروهات. فالله عز وجل حفظ له هذه الأعضاء في حال الكبر بأن لا تكون هزيلة ضعيفة، وإنما جعلها قوية. فحفظ الله عز وجل من العبد أن يكون بفعل الواجبات الطاعات بترك المحرمات، وحفظ الله عز وجل العبد أن يكلأه يحفظه مما يؤذيه. قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. في هذا الحديث، حديث ابن عباس. قال وهذا كأنه منتزع من قوله، كأنه مستخرج. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله كأنه مستخرج من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فلا تستعن إلا بالله، كأن قوله وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بالله، نستعين إلا بالله. قال وقال تعالى واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، وإذا سألت فاسأل الله. قال ولا يحصل للعبد مطلوبه أي الذي يريده والذي يطلبه إلا إذا كان سائلا الله مستعينا به وحده. إذا كان يسأل الله سائلا الله، لأن النون الساكن ليس النون الساكن إذا التقى بساكن يكسر الأول، هذا من قواعد اللغة العربية. الساكن إذا التقى بساكن يكسر الأول، لأنه لا يمكن أن يجتمع ساكنان ساكن، فهمتم؟ قول المؤلف سائلا، سائلا، فهنا لام أين عبد الحكم؟ خلاص خلاص عارفين. فقول المؤلف سائلا لام، انتبهوا هنا لام رفقي يوسف أزكى، لام فتحتين لن، صح؟ والتنوين عبارة عن نون ساكنة، فهمتم؟ عن نون ساكنة. هنا تنوين ساكن وبعده الله، الله الحرف الأول الألف ساكن، فإذا نقول سائلا نون نكسر النون سائلا. ولفظ الجلالة إذا جاء قبله ساكن ماذا؟ إذا جاء قبله مكسور ماذا ينطق؟ لفظ الله إذا كان قبله مكسور ماذا ينطق؟ الله أو الله؟ إذا كان قبله مكسور ماذا ينطق؟ الله أو الله؟ الله. إذا كان الذي قبله مكسور يقول الله، وإذا كان مفتوح أو مضموم الله، مفهوم؟ إذن فقوله هنا إلا إذا كان سائلا الله، نقول هنا إلا إذا كان سائلا الله،
مفهوم؟ انتبه عارفين هنا. قال مستعينا، عارفين، عارفا، انتبهوا هنا، أزكى، رزقي، انتبهوا هنا كلكم. قال مستعينا به وحده. انظروا حيث أقرأ أنا من أجل أن تتعلموا اللغة العربية. يوسف، ايش تكتب؟ أين أقرأ أنا؟ برافو. أنا من؟ صفحة كم؟ برافو. أنا من؟ عارفين؟ نرجع كتابك هنا، ارفع الكتاب كذا. أيوه برافو. لما؟ أنت؟ برافو. تكلم معي. كم؟ لا تنظر على يوسف. برافو. تكلم باللغة الإندونيسية. برافو. ستة 56 أو 57. لما نام أو لما تجو؟ ها؟ لما نام؟ وأنت؟ أزكى، رزقي، ها؟ سمعت الناس؟ لما نام؟ لأنك تكتب في الصفحة هذه، أنا رأيتك. انتبه، أنا أقرأ. انظروا أين أقرأ لأجل أن تتعلموا اللغة. ما الفائدة؟ قال ولا يحصل للعبد مطلوبه إلا إذا كان سائلا لله مستعينا به وحده. عارفين؟ انظر إلى الكتاب. قال معتمدا عليه في جميع أموره. قال وفي هذا الحديث حصر، إذا استعنت فاستعن بالله. حصر. قال حصر الاستعانة بالله وحده، حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق، والدلالة على أنها أجل العبادات. الدليل على أن الاستعانة أجل العبادات وأفضل العبادات، وعليها مدار الدين. رجع الدين على الاستعانة، لأن العبد لا يستطيع أن يفعل شيء إلا إذا استعان بالله وإذا أعانه الله. أما إذا لم يعنه الله فإنه يكون من الخاسرين والعياذ بالله. قال فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.